السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كي كنقولوا شكيه مشكيله تاع الشباكيه، وهذا كيتسمى الزلابيه. غنحتاجو ان شاء الله 250 غرام تاع الطحين او 2 كيسان ديال هذا 2 كيسان صغار تاع الطحين. غنحتاجو هنايا الخميره، اللي عنده الخميره تحبوب يديرها، اللي هذه ديال العجينه، اللي عنده الخميره الاخرى يديرها. غنحتاجو هنايا الخميره بلديه. بالنسبه للخميره بلديه راه هي اللي كانوا كيعجنوا بها هاد الزلابيه، ما كانوش كيعجنوها بالخميره العاديه. هاد الخميره العاديه انا درتها غير باش تسرع ليا هذا الخميره. غنديروا اللون اورانج او الليموني كي كنقولوا، غنديروا العسل. بالنسبه للعسل رانا قدمته، غنحط لكم هذا ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله، الرابط ديالو. غنحتاجوا الماء دافي. بسم الله غنبداو ان شاء الله. الطحين هنايا غنزيدوا شويه الماء لهاد الخميره باش تذوب. غنديروا الخميره بلديه ديالنا، وراه الحرفيين ديال هاد الشباكيه راه كيديروا الخميره بلديه، ما كيديروش الخميره العاديه. غير هي انا ما غتشد ليا وقت باش تخمر، داكشي علاش درت هادي. غنضيفوا شويه الملون. بالنسبه للملون اللي بغى يديروا راه غيديروا، اللي ما بغاش يديروا ما يديروش، ولكن بما انها اللون ديالها هو هذا، كيعرفناها من النهار الاول وكيشناها عند مالين هذا، يعني ضروري خصني نضيفو. بسم الله. وبالنسبه للعجينه ديالها راه ما كتكون بحال الشكل ديال عجينه بغرير تقريبا. باش نتفاداو دوك الكويرات اللي كيبقاو لينا، اما تخدموا بهاد الروبو، واما ديروها في مولينكس في الكاس تاع العصير وتدوروها للجهد اللي ما يبقاش فيها ريح شي حاجه تاع الكويرات. هادشي اللي كاين، ومن بعد غنخليوها تخمر. بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا كي كتشوفوا هانتوما راه طلعت فيها الخميره، غنحركوها. وانا غنستعملها قرعه عاديه، قرعه ديال تسميتو، هانتوما تقرتها من هنايا غنستعملها. اللي بغى يدير بالبوش راه غيديرو، يعني اي وسيله ممكن تستعملوها. هانتوما كتشوفوا راه درت المقله، درت فيها الزيت. بالنسبه للخليط انا درتو في القرعه. دابا غنخدموا به ان شاء الله. هانتوما غتحاولوا غير انكم تعمروا بحال هكا هذا الساخن. هذا درتو على حسب باش يعطيني نفس لي فورم، باش ما تجيني وحده كبر من وحده ولا. هانتوما كتحطوا غير عشوائيا، ماشي ملي كطيب هانتوما كتحشوها في العسل. ومن الاحسن يكون العسل بارد، ما يكونش سخون، لان الحلوه ديجا هي سخونه. نخليوها واحد شويه، من بعد غديروها في شي كسكاس ولا شي حاجه باش دير تصفى من العسل. هانتوما الزلابيه ديالنا بعد ما طابت
كان المهم كتغطسوها في العسل كتحطوها وفعلا زوينه. وكي كتشوفوا ها نتوما راه كتهز حتى العسل في هذا سميتو ديالها، وكتجي بنينه ومقرمشه. كنتمنى انكم تجربوها وما كتاخذش وقت كبير، يعني 250 غرام تاع الطحين كتخرج لك هذا التبصيل هذا خرجاتو ليا في ظرف وجيز، وتعرفوا راسكم اش كتاكلوا. نتمنى انكم تجربوها وشكرا.